بسم الله الرحمن الرحيم. ولد موسى في زمن كان فيه فرعون يحكم بالطغيان، يذل بني إسرائيل ويقتل ذكورهم مخافة ظهور صبي يزيل عرشه. لما ولدت موسى ابنها، أوحى له إليها أن ترضعه، ثم إذا خافت عليه أن تضعه في التابوت وتلقيه في اليم، ووعدها أن يعيده إليها ويجعله من المرسلين. أطاعت موسى أمر ربها، فصنعت تابوتا ووضعت فيه ابنها، ثم القته في النهر، فساقته الأمواج إلى قصر فرعون. لما رأته امرأة فرعون أحبته واستعطفت قلب زوجها قائلة: نجمة قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. نجمة. رفض موسى الرضاعة من كل مرضعة، فجاءت أخته تقول: نجمة هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ نجمة فأذنوا لها، وهكذا أعاد له موسى إلى أمه كما وعدها، فأرضعته بأمان. كبر موسى في قصر فرعون، وكانت له قوة ورجاحة عقل. في يوم خرج إلى المدينة فوجد رجلين يتشاجران، أحدهما من بني إسرائيل والآخر مصري. استغاث الإسرائيلي بموسى، فضرب المصري ضربة فقتله. ندم موسى وقال: نجمتنا هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. نجمة. في اليوم التالي وجد نفس الرجل الإسرائيلي يتشاجر مرة أخرى. لما أراد موسى أن ينقذه، قال الرجل: نجمة أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ نجمة. فشعر موسى بالخطر، وبلغ أمره إلى فرعون، فصدر أمر بقتله. خرج موسى خائفا يترقب، وتوجه نحو مدين. لما وصل إلى مدين وجد قوما عند بئر يسقون، ورأى امرأتين تقفان عن سقي. تقدم وسألهما: نجمة ما خطبكما؟ نجمة. فقالتا: نجمة إلى نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. نجمة. فسق لهما، ثم تولى إلى الظل وقال: نجمة رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. نجمة. جاءت إحدى الفتاتين تمشي على استحياء، وقالت: نجمة إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. نجمة. لما قص موسى على أبيهما قصته، طمأنه وقال: نجمة لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. نجمة. عرض عليه أن يزوجه إحدى ابنتيه على أن يعمل عنده 8 حجج، فقبل موسى ذلك. بعد أن أكمل المدة، صار بأهله عائدا إلى مصر. في الطريق رأى نارا من بعيد، فقال لأهله: نجمة امكثوا إني آنست نارا، لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة لعلكم تصطلون. نجمة. لما أتى النار نودي من شاطئ الوادي المقدس: نجمة يا موسى، إني أنا له رب العالمين. نجمة. أمر أن يلقي عصاه، فإذا هي تتحول إلى ثعبان مبين، ثم أمره أن يدخل يده في جيبه، فأخرجها بيضاء من غير سوء. أمر موسى أن يذهب إلى فرعون، فقال: نجمة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. نجمة. فاستجاب له دعاءه، وأخبره أنه سيكون معه يؤيده وينصره. توجه موسى وهارون إلى فرعون، وقال له: نجمة إنا رسول ربك، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. نجمة. فقال فرعون باستكبار: نجمة لي وما رب العالمين؟ نجمة. قال موسى: نجمة رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. نجمة. أظهر موسى له معجزاته، ألقى عصاه فصارت ثعبانا، وأخرج يده فبدت بيضاء. لكن فرعون استكبر وقال إن موسى ساحر يريد أن يخرج القوم من بلادهم. جمع فرعون السحرة في يوم معلوم ليظهر كذب موسى. لما اجتمع الناس قال موسى للسحرة: نجمة ألقوا ما أنتم ملقون. نجمة. فألقوا حبالهم وعصيهم، فظهرت كأنها تتحرك بالسحر. ألقى موسى عصاه، فصارت ثعبانا عظيما أبتلع ما صنعوا. آمن السحرة برب موسى وهارون، فغضب فرعون وقال لهم: نجمة لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. نجمة. قالوا: نجمة لن نؤثرك على ما جاءنا من الحق. نجمة. رفض فرعون إطلاق بني إسرائيل، فأنزل الله عليه وعلى قومه عذابات عديدة: الطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم. كانوا كلما أصيبوا يستغيثون بموسى، وإذا رفع الله عنهم البلاء عادوا إلى كفرهم.
أمر له موسى أن يخرج بني إسرائيل ليلا. خرجوا في سرنخ، فتبعهم فرعون وجنوده. لما وصلوا إلى البحر قال بنو إسرائيل: إنا لمدركون. فقال موسى: كلا إن معي ربي سيهدين. لما صارت حياة بني إسرائيل في التيه ممتلئة بالتجارب والاختبارات، كانوا يظهرون عدم الرضا وكثرة الشكوى، فطلبوا من موسى أن يوفر لهم أنواعا مختلفة من الطعام بعد أن كان له ينزل عليهم المن والسلوى. قالوا: يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. ذكرهم موسى بنعم الله عليهم وقال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. ولما أمرهم له أن يدخلوا الأرض المقدسة رفضوا ذلك وقالوا لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا هنا قاعدون. في آخر أيام حياته صعد موسى عليه السلام إلى الجبل ليخلو بربه. هناك توفاه الله ودفن في مكان غير معلوم، حفاظا عليه من أن يجعله قومه مكانا للشرك. بوفاة موسى عليه السلام انطوت صفحة عظيمة من تاريخ النبوة، لكن قصته ظلت عبرة لمن يأتي بعده في طاعة الله والتوكل عليه والثبات في وجه الظلم. صدق الله العظيم. ChatGPT. وبعد وفاة موسى عليه السلام تولى قيادة بني إسرائيل نبي الله يوشع بن نون، وهو الذي دخلوا الأرض المقدسة وقد تغير حالهم، فقد تعلموا من التيه أن يكونوا أصبر وأشد إيمانا. أمرهم يوشع أن يدخلوا المدينة وهم خاشعون، وأن يشكروا الله على نصره وفضله. وبعد أن استقروا في الأرض بدأ قوم بني إسرائيل مرة أخرى في التمرد والجحود. كانوا ينسون نعم الله عليهم ويرجعون إلى ما حذرهم له منه. أرسل الله إليهم الأنبياء والمرسلين ليذكروهم بالعهد والميثاق، ولكنهم كانوا يقتلون الأنبياء ويكذبون برسالاتهم. ظلت قصة بني إسرائيل مع أنبيائهم مضرب المثل في النعم والفجور. كانت تلك القصص عبرا لمن يأتي بعدهم من الأمم. وهكذا تتجلى قصة موسى وبني إسرائيل كدرس والله أعلم بالصواب. توالت الأحداث بعد ذلك، فبعث الله في بني إسرائيل أنبياء عدة يهدونهم إلى الطريق المستقيم كلما ضلوا وانحرفوا، ولكنهم كانوا يشقون طريقهم في المعاندة والعصيان. من بين هذه الأحداث قص القرآن قصة طالوت وجالوت، حيث طلب بنو إسرائيل ملكا يقاتلون تحت إمرته أعداءهم، فبعث الله لهم طالوت ملكا.